4 أيام فقط على افتتاح أيقونة الجمال اللي هتبهر العالم، المتحف المصري الكبير اللي أتم من عمره 20 سنة. تم وضع حجر الأساس رسميا سنة 2005 بالقرب من أهرامات الجيزة، لكن الشاب اللي عمره 20 سنة هل ممكن يصلح غلطات ما قدرش يصلحها الأب نفسه وهو المتحف المصري في التحرير، وما قدرش يصلحها الجد كمان وهو المتحف المصري في بولاق قبل ما يكون في التحرير؟ هل ممكن 20 سنة تصلح غلطة سارق تمت خلال 4 شهور بس، وغيرها من السرقات كتير؟ قاعة سوزبيز واحدة من أبرز دور المزادات العالمية اللي بتقدم من التحف المصرية والقطع المصرية القديمة. قدمت حاجة زي تمثال الأسرة الخمسة اللي بيع ب9 مليون دولار، وتمثال نخت أو أنخ اللي بيع ب2 مليون دولار، وده خرج من مصر سنة 1850 مع كمية كبيرة جدا من الآثار اشتراها الماركيز الإنجليزي من نورثا ميبتون سبنسر، أحد أكبر مسؤولي الثقافة والفنون في إنجلترا. في وقتها زار مصر مع أسرته في رحلة استغرقت أكتر من 4 شهور يا صديقي، بدأت من ميناء الإسكندرية والإبحار في نهر النيل حتى أسوان. غالبا زار كل المعابد والأماكن الأثرية. عندنا كمان في العهد المتأخر شوية موريس نحمان اللي اشترى قصر البارون دلورت دجلون، وده أخرج كمية آثار كبيرة جدا ومهولة، منها اللي موجود في متحف اللوفر ومنها اللي موجود في متحفنا المصري بالفعل. ونعم هو أهدى المتحفين آثار مصرية كتير، لكن ده مجرد إهداء، لكن اللي باعه أو اقتناه كان أكتر. وأكيد صالة زي صالة سوزبيز بتوفر الوثائق الخاصة ببيع القطعة لضمان البيع القانوني، لكن مصر رفعت قضايا كتير جدا على قطع أثرية ليست لها أي وثائق قانونية أو ثبوتية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1938، زي تمثال ويري وميري، وتمثال الرجل من الأسرة الخمسة من الحجر الجيري اللي بيع ب9 مليون دولار، وتمثال سوباك، وده بيبرز أهمية الكهنة في المجتمع المصري، بيع بمبلغ 9 مليون و600 ألف دولار يا صديقي. وتمثال نخت أو أنخ، تمثال صغير طوله 25 سنتي، بيع سنة 2018 في لوت 64 بسعر 1,510,000 جنيه استرليني. على فكرة تمثال ويري ميري من الأسرة الخمسة خرج من هرم خوفو بواسطة عالم الآثار الأمريكي جورج إندرو ديسينر سنة 1900